توفيق اللي هم لا هم لهم الا رفعه ديننا ثم وطننا. وموجودين في شعب مصر كتير جدا، وانا واثق ان اغلب شعب مصر بهذه العقليه محب الدين ومحب الوطن. وانا بحييك وانا مع حضرتك في الدفاع بكل ما نملك بالحق، لان انا واثق ان فعلا القوات المسلحه وجيشنا العظيم والمجلس العسكري ناس افاضل ولا يعني يعملون الا لمصلحه هذا البلد. نعم. وانا على يقين بهذا. وهذه القله القليله اللي دايما تشكك في كل شيء يا دكتور توفيق. نعم. احنا من بعد الثوره الان الكل بيشكك في الكل. نعم. يعني الكل فين الامين؟ بل بالعكس، الاصل في مصر هو الامناء، الاصل في مصر هم الشرفاء. نعم. ولكن للاسف الشديد الصوت العالي هو اللي غالب، ولكن ان شاء الله الحق سينتصر، والحق ان شاء الله هو اللي سيعلو، والايام القادمه ستنكشف امور كثيره جدا. وانا يعني ما اتصلت بهذه المداخله الا ان احييك على هذا الكلام الرائع والجميل. وانا واثق ان كل المصريين الشرفاء الوطنيين فعلا فعلا يعني سعداء باللي حضرتك بتقوله، بالحقائق اللي انت بتقولها. وانا يعني انا مستعد، وكل شعب مصر مستعد يفدي قواتنا المسلحه بانفسنا وبدمائنا، نفدي القوات المسلحه، لانهم انا كل ثقه في الله عز وجل. انا يعني ان انا بقول هذا دكتور توفيق تدينا لله عز وجل بحب الدين ثم الوطني. يعني ده اللي احنا عاوزين نرفعه في هذه الايام القادمه، حب الدين ثم الوطن. نعم. لان حب الوطن يا دكتور توفيق هذا من الدين. نعم. حب الوطن من الدين وليس تملقا لاحد. نعم. فانا يعني ما قصدت ان انا بشد على ايدك وبقول لك الله يعينك وجزاك الله خير وربنا يبارك فيك يا دكتور توفيق. متشكرين يا عم الشيخ محمود. الحقيقه انا بشكر الاخ الفاضل الاستاذ محمود حسان مدير